عارف إيه أكتر حاجة بتفرّحني؟ إن حد يخلّص الكورس ويكلّمني ويقول لي إنه اشتغل وإن الكورس عجبه وإنه قدر يكسب أول فلوس ليه، دي فعلًا أكتر حاجة ممكن تفرّحني. والناس اللي بتكلّمني وتقول لي إن التجارة الإلكترونية بتاعتهم بدأت إن هي تكبر ويجيبوا مبيعات أكتر بسبب الكورس، الناس اللي بتترقّى في شغلها بسبب المهارات دي، والناس اللي بتبدأ شغل freelance، دي أهم حاجة بالنسبة لي من كل اللي أنا باقدّمه وباعمله. مش فارق معايا مين بيقول إيه أو مين بيعمل إيه، بس فارق معايا إنّك بتستفاد وبتكسب فلوس وبتقدر إن أنت توصل للي أنت عايزه. أنا لمّا بدأت أكاديمية The Goat بدأتها علشان أنا كنت باحاول إن أنا أعلّم كل الناس حاجة كويسة، كنت باحاول إن أنا أعلّم وأقدّم أحسن تجربة تعلُّم للطالب، من غير بقى مشاكل، من غير ما يبقى عنده مشكلة وبيكلّم الأكاديمية فما حدّش بيرُد عليه، من غير ما يبقى بيقابل مشاكل في المنصة ما حدّش بيرُد عليه، مش عارف يتعلّم بسبب الفلوس أو بسبب إن الكورسات غالية، أنا حاولت إن أنا أحِل كل المشاكل دي، والحمد لله مبسوط وعاوز إن أنا أقدّم أكتر، طبعًا مبسوط بسبب رسايلكم ومبسوط بسبب الكلام الحلو اللي أنتم بتقولوه، وأتمنى إنكم دايمًا تستفيدوا من الكورسات بتاعتنا، وأتمنى إنكم دايمًا تتعلموا أحسن وتكسبوا فلوس أكتر وتبقوا ناجحين أكتر في حياتكم. أنا بالنسبة لي دي أكتر حاجة كويسة ليّا، فلازم تكون عارف إن أنت لو خدت الكورس والدنيا عجبتك وقدرت إن أنت تكسب فلوس ولسه ما بعتّليش تقول لي، فأنت لازم تبعت لي وتعرّفني أنت كسبت وعملت إيه ودنيتك كان فيها إيه، لإني فعلًا الحاجات دي من أكتر الحاجات اللي بتفرّحني وبتحسسني إني عملت الشغل صح.